اهلا بكل حبايبي متابعيني. تعالى اقول لكم بقى على طريقة للفراخ البلدي هتعتمديها ومش هتعملها اللي هي مخلية طعمها خرافة. تغيير بقى عن المسلوق والمتحمر. انا هنا بغسل الفراخ بتاعتي غسلة كويسة جدا بالدقيق وبالملح وبالليمون، وبعد كده بنقعها في شوية مية فيها لورا وفيها قرنفل وفيها حبهان. خلاص دي بتشيل منها اي زفار، وبسيبها ليلة كاملة في قلب المية دي، وممكن احط عليها معاها شرايح ليمون. خلاص بعد كده بقى شلت منها المية وصفيتها كويس جدا ونشفت الفرخة كويس جدا من جوه ومن بره. وهاجي بقى هنا معايا بصلاية كبيرة مبشورة، احط عليها شوية ملح وشوية فلفل اسود وشوية 7 بهارات، بس هكتر البهارات شوية. وهحشي بيها الفرخة بتاعتي من جوه بقى ومن الجناب وعند الصدر، كل حتة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. دي بتخلي طعم الفراخ في حتة تانية خالص. اهو خلاص. ومن عند الرقبة كده برضو حشيت برضو بصل، وبرضو من فوق زي ما انتوا شايفين كده الفرخة كلها بالبصل والتوابل. اهو خلاص كده هقفل بقى الرجلين بتاعتها. وهاجي بقى هنا معايا الكيس الحراري. ما عندكيش الكيس الحراري ممكن تحطيها في الطاسة في الصينية عادي خالص وندخلها بعد كده الفرن. انا حطيتها هنا في الكيس الحراري بتاعي بيبقى طعمها احلى. ومعايا بقى هنا شوية خضار، بطاطس على جزر على فلفل، وعليهم شوية توابل لورا وقرفة وقرنفل وملح وفلفل وجزرايه. خلاص حطيتهم تحت الفرخة كده وقفلت الكيس بالستيكس بتاعته، وحطيت بقى شوية مية سخنة وهدي للكيس خرم كده، وهدخلها بقى الفرن لمدة ساعة تقريبا عشان الفراخ البلدي بتاخد سوا اكتر. خلاص هنا كانت استوت، هخرجها بقى من الكيس الحراري. هدهنها كده بشوية زبدة. اهو خلاص، ولا تحمير بقى بزيت ولا اي حاجة من الحاجات دي. طبعا الخضار هنا استوى كتير عشان الفرخة خدت سوا. شوية ملح وشوية فلفل شوية بابريكا، ندعة كاري صغيرة، وهدخلها بقى تاخد لون تحت الشواية. اهو هنا بقى بعد ما طلعت وخدت لون وطعمها وريحتها خطيرة، وجربوا الوصفة دي وان شاء الله تعجبكم. لايك وشير للفيديو.